لانك عارف اني انا لو طلعت فوق، انا طلعت فوق وتكلمت في النقاط اللي تتناقش فيها كنت حكتمك بالحقائق. تفضل يا خالد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبارك يا عليا؟ الحمد لله، الله يخليك. يا اخي، عادي احكي باريحيه ولا ابصك بلك؟ على حسب اريحيتك. ما اذا انت سعودي؟ بغض النظر انا انسان يعني. لا، اذا انك سعودي ما انت انسان، اذا انك الانسان شيء والسعودي شيء، فانت اي واحد منهم. انت سعوديه، طيب شو المشكله؟ شكرا، انا ماني سعوديه. بطلت معي جنسيه بريطانيه بس كل الرليش. ابوك شيخ يعني ما يحتاج سعودي. والله كان الله يرحمه، لا تجيب سيره ابوي، خليه في حاله المسكين في جنات النعيم. الحين ما هو سعودي، الحين هو عند الله. طيب مو مشكله، بس يا اخي شطحت شطح اول يعني غريب شوي. وش السؤال يا خالد؟ وش هذا؟ ترى جاي من الاثنين اللي بلكناهم من اول، ارسلوا له. وش عندك يا خالد؟ قول يا اخي. تقول الخميني من الاشراف، هذا الخميني اصلا هندي. ايوه ممتاز يا خالد، روح ابحث يا اخي، روح ابحث وشوف نسب الخميني. كويس انك سالت هذا السؤال، انا اشكرك عشانك سالت هذا السؤال. انا مثلك، اسمع يا خالد، دقيقه، انا كنت مثلك، انا كنت اقول ان الخميني طلع هندي. تدري منه اللي طلع هندي؟ ابن سعود. لا والله حتى الهندي احسن منه، هذا من يهود الدومه من الخزر. الخميني ما هو هذا، لا الخميني ولا خاميني، طلعوا اشراف. ما اقدر عاد ازور في نسب الرجال عشان ابن سعود ما يحبه. هذول عملاء فرنسا اول شيء، اللي هم اللي انت الله يهداك تدافع عنهم. انا ما ادافع عنهم، لا اشوف الحق شيء وانك تدافع عنهم شيء. الحين لما اقول لك انت نسبه، لحظه شويه، لما اقول لك نسبه من الاشراف وانت ما انت راضي تبحث وتروح تقول لي عميل لفرنسا، لا تنط من نقطه لنقطه. الرجال نسبه من الاشراف. روح ابحث في النت، ابحث في الذكاء الصناعي، ابحث في جوجل، ابحث في كل مكان، حيقول لك اصلا. اوكي؟ انا لكن بسالك سؤال، هل عمرك شفت صوره له بالحرم؟ والله ولا عمري شفت صوره لسلمان بن عبد العزيز في الحرم. جيب لي صوره سلمان بن عبد العزيز في الحرم، جيب لي صوره لعبد العزيز بن سعود في الحرم، صوره واحده العزوز. مين اللي طور الحرم ومين اللي بن لادن اللي طور الحرم. الله شركة بن لادن. ومين يمدح عن بن لادن؟ ما عليه، هذا المواضيع مو موضوعنا، هذا مو موضوعنا. موضوعنا الرجال نسبه من الاشراف. الحين له صوره ما له صوره مو خصنا. انت سالت سؤال، هذا جواب سؤالك. الرجال غصب عنا، شئنا ام ابينا. ما في داعي نكذب يعني، ما في داعي نكذب. عادي. طيب اسمعيني تفضل. انت بنت ناس والنعم، وابوك شيخ واهلك شيوخ. يا اخي اللي جالسه تسوينه خطا والله العظيم. يعني لا حوث. وش شايفني رقاصه يا اخوي طالعه انا في مهرجان الرياض وارمي ملابسي الداخليه على الفنانين لا سمح الله؟ وش الخطا اللي انا سويته؟ ولا شايفني افقر البنات وافقر العيال وادعرهم واوزع عليهم المخدرات؟ ولا شايفني سرقت تريليون من الخزنه؟ ولا شايفني امسك فلوسنا واعطيها لترامب ابن الحرام؟ وش شايفني اسوي؟ هذه كلها اشاعات، ما صارت هالكلام. انت بعيده عن الحقيقه يعني. انت عايشه بريطانيا معنا. طيب اسمع، وش رايك بالولد المالكي الطيار اللي فصلوه؟ وش رايك بالشراري اللي طلع وفصلوه؟ وش رايك في عبد الرحيم الحويطي اللي ذبحوه قدام عيوننا وانا مشرفه على قصته كلها؟ وش رايك؟ هذا كله كذب؟ يا اخي انا بقول لك شيء، يعني على عهد الرسول ما صارت احداث، صارت احداث. اسمع راح مكان هربت منها مكان يا اخوي. الرسول الحين صار الرسول مثل محمد بن سلمان يا اخوي. تقارن الرسول محمد بن سلمان؟ علي انا بوصل لك كلمه واحده بس، والله العظيم انت بنت ناس وبنت شيوخ وبنت امير، يعني حرام تسوينا، تهدم التاريخ هذا كله. طيب وش تبغاني اسوي؟ وش اللي تبغاني اسويه الحين؟ وش اللي يرضيك يا خالد؟ ما انك محترم وتتكلم باحترام، وش اللي يرضيك؟ يرضيني انا، يرضيك انت قبل كل شيء، يرضي الاسم اللي انت حاملته. يا اخوي انا مرضيه نفسي وراضيه ومبسوطه مع نفسي، وكل يوم اقول يا رب ان شاء الله انك راضي عني. وش اللي مزعلك مني انت؟ ايام بالسفاره بلندن قسم الطلاب، صحيح ولا؟ صحيح. انت كنت تجي عندي، عندك معاملات معاي كانت؟
لا تكون من طلابي انت، لا تكون من طلابي. لا يعني انت انسان والله العظيم محترم. انت تفاجأت بيوم وليله يوم جالس تتابع تغريداتك. كنت مستحيل ان هذه هي الانسانه اللي كانت، يعني شيء غريب ما تدري يعني. انت عمرك تابعتني يا خالد؟ يلا معلش يا جماعه اسمحوا لي، هو تطور الاشياء شخصيه ما عليه، هو محترم كلامه. انت عمرك تابعت تويتري ولا كلامي ولا اشيائي من زمان ولا لا؟ على اللي تقريبا سنه على التيك توك، على الانستغرام، على التويتر. حلو. ومتابع كل شيء تكتبينه، وشايف حتى يوم انك تطلعي في مظاهرات شو اسمه فلسطين، وعشان جالسه ماسكه القياده. هذا ما يشرف يا اخوي، هذا يشرف. شوف هذا اللي يسويه الحين حال فلسطين يشرفك. يشرفك ولا ما يشرفك؟ يشرفك ترى يا اخوي انت محامي. انا اكلم الاستاذه علي. اصبر. اي بس انا اقول لك يشرفك يعني حلو لما طلعت. والله انا كنت بسال نفس سؤال ركان، بالله ما رفعت رقبتكم كذا وطلعت كذا راسك بالعالي وانت تشوف بنتكم طالعه تمثل الجاليه السعوديه في المظاهرات، وان قلب السعوديين مع فلسطين وفي احد يمثل صوتهم، ما انبسطت؟ يا اخي انا ما قلت لك لا تطلعي، لكن انت يعني يوم من الايام انت نشاتي هنا وترعرعتي هنا، ممكن الموقف غيرك او شيء. يا اخي حرام والله العظيم عقب هذا كله، يعني النكران الجحيد يعني مو بحلو بحقك يا عليا. طيب ان شاء الله برجع الحين، برجع بكتب خطاب لابن طقعان وبقول له سامحني وحطني مع البنات اللي يرموا ملابسهم الداخليه ان شاء الله على الفنانين، واصير في مصاف الدول المتقدمه ان شاء الله. شكرا يا خالد، شكرا يا خالد. خالد مثلنا سياسي، معلش خليني انا في حالي، انا يعني صعب بعدين اقول وياك ان شاء الله نفتح مساحه خاصه لماذا علياء كفرت بآل سعود، واوعدك وعد شرف راح ارد على كل اسئلتك. لكن اتمنى منك اقل شيء لا تدافع عن الحوثي. ما دافعت عن الحوثي، انا دافعت عن الحوثي. متى دافعت عن الحوثي؟ متى دافعت؟ قبل يومين تقول الحوثي والصدر وهذول انسان. لا هذه حقيقة يا أخي، هذه حقيقة أنا لازم أطلعها. هذول أشراف، ليش اسمع، ليش ننكر نسبهم؟ والله لا يعقب لا الصدر ولا غيره، هذول كلهم دقيقة يا ركان والله عندي لسان ردية الله يرضى عليك. يا خالد شوف أقول لك حاجة، هذول الناس أشراف ونسبهم أشراف. أنت كسعودي أو كأي مواطن وش اللي يزعلك لما أقول لك أنت نسبك مثلا عتيبي، هاشمي، حويطي، شمري؟ ليش تزعل؟ هذول فعلا أنا ما دافعت عنهم. أنا لما أقول الحوثي هاشمي أنا ما زورت عليه، الرجال هاشمي شئت أم أبيت هاشمي. حسن نصر الله من الهواشم، خميني من غصب عنا مو بيدنا. انا ما دفعت عنهم لما قلت كذا، اسمع انا ما دفعت عنهم لما قلت كذا. ها عم الرسول من المصطفى، من قريش المصطفى وابو لهب، صحيح اعرف هذا الكلام، لكن انه ينضحك على الشعب السعودي كله ويقال انه خاميني هندي، مو صحيح، مو صحيح. واحنا نتحفظ في المدارس انهم هنود وانه الايرانيين هنود وانه مدري ايش هنود. حرام، ليش الكذب؟ الواحد يقول اللي عليه. بعدين بقول لك حاجه، الحوثي دقيقه عشان ننجز الموضوع. بقول لك حاجه، الحوثي عمري ما دافعت ولا تدخلت ولا حاجه عن الحوثي. انا مدحت حكومه صنعاء لما دافعت عن غزه، مو بس انا مدحتها، الكوكب الارضي كله مدحها، حتى البريطانيين هنا عندي، بريطاني ما يعرفوا وشو اليمن اصلا، اوكي؟ لابسين خناجر ويتغنوا بما فعلت صنعاء انها وقفت لغزه، وكل مسلم اصلا يتغنى بهذا. حنا لازم نفرح انه في حد دافع عن غزه وقام مقام المسلمين، هذا اللي اثنيت عليه. انا ما اثنيت عليه انه في بينه وبين اليمنيين الاخرين حرب ولا مشاكلهم جوا اليمن، هم ادرى بشعابهم، هم يحلوها مع نفسهم. وانا اصلا موقفي وموقف الجبهه احنا نقينا بنفسنا، قلنا ما لنا دخل بالخلافات اليمنيه، لكن موقفهم في غزة يثنى عليه ويشكروا عليه فقط. يعني الحوثي يشكر على اللي سواه في غزة، صح؟ طبعا أكيد بلا شك. إنه يذبح أطفال اليمن ويرسل صواريخ على مكة،
هذه ما أرسل صواريخ على مكة. الحوثي هاشمي وعنده ولاء لمكة وللرسول أكثر من ابن سعود. لم يرسل، غير صحيح. والحوثي لم يقتل أطفال ولا في صور. أنا عندي صور للباص اللي قصفته السعودية، وعندي فيديوهات لل11 طفل اللي دفنوهم في قبر جماعي قصفتهم السعودية، وعندي معلومات عن 300,000 شخص اللي قصفتهم وقتلتهم السعودية، وعندي معلومات عن أكبر مجاعة تسببت فيها السعودية. هذا عندي عليه أدلة. أنت وين الأدلة أنها قتلوا أطفال؟ وينها؟ طيب انا بقول لك عليا قسما بالله انت مسعوره. حلو. صراحه انا اتكلم ممكن ساحلك واحد يماني او واحد ايراني. اسمع، صاحبني واحد يماني، واحد ايراني، واحد فلسطيني، واحد لبناني. صراحة هذه وغزاوي، يخرب على الغزاوي ايش عمل لي عمل والله ما اقدر اقول لك. هذه معك حق فيها. عليا عن هذول انت هذه سيرتك بنت حلال يا اخي. قسم بالله لو ترجعي ما حد بحد حتى يلمسك ولا حد يجيك ولا احد. خلاص جيب لي خطاب من محمد بن سلمان رسميا ان انا علي الامان وبكره ارجع بالطياره. والله العظيم اذا انت صادقه بكلامك. حلو. انا ما بقوله باللايف. حلو. ايه تواصلي معي بالخاص وعشان اعلمك كل شيء. ماشي يا خالد. خلاص شكرا يا خالد لمداخلتك. اول مره واحد يناقشني من السعوديه مؤدب. شكرا لمداخلتك. طيب ايش دعوه؟ لا ما يدخلوا ذباب عندنا مؤدبين، ولا يدخل واحد من السعوديه مؤدب. كلهم الواحد لسانه له طبانه. علي والله نحترمك ونحترم عائلتك ونحترم الناس اللي انت منهم، وانت من يعني راس قوم بالنهايه، يعني مو باي احد. يعني والله العظيم يعني هذا الشيء يسألك. انت شفت هذول الناس الحوثي واليماني والايراني هذول كلهم زبالين. هذول عملاء للغرب. هذول كلهم عملاء. والله مالك اللي ديرتك عيال ديرتك وكل شيء. ممكن اشاركك يا اخوي خالد؟ ممكن والله لا اتكلم معك. والله ما ودي صراحه لان ما عندي. خلاص يا خالد حتواصل معاك على الخاص ان شاء الله، ونتفاهم على كم حتدفعوا لي عشان ارجع. ما ابغى تعويض انا. كل سنه اسمع، كل سنه فيها كذا مليون غربه. كل سنه انا تغربتها اصلا. كذا سووا مع شو اسمه هذا شو اسمه يا ربي قول معاي اللي رجع السعودي. شو اسمه؟ قول معاي اللي رجع السعودي. كساب العتيبي. اوكي كساب العتيبي. انا اشيخ من كساب. اي انا اشيخ من هذا كساب وارفع منه في الشيخه وكذا. تعطيتوه مليون على السنه الغربه، انا تعطوني 5 مليون. وانا متغربه صار لي 20 سنه. هي 20 في 5 ب60 مليون. والله احسن من ايفانكا واحسن من ترامب. الوطن لا يساوم بمبالغ يا علي. والله عاد انا هالحين صراحه ودنا نشتري ونبيع، ودنا عندنا شغل بنسويه. طيب يا خالد شكرا نتواصل معك بعدين ان شاء الله. شكرا يا خالد. لا تواصلي معي على الخاص لان في شيء. اذا انت والله العظيم ودي تواصلي معي على الخاص، انا في ودي كلام احكي لك اياه يكون بشكل افضل ان شاء الله. خير ان شاء الله يا خالد. طيب يا خالد شكرا ان شاء الله. تفضل يا ركان تفضل. انا ما عندي شيء بس عندي تعقيب واحد. تفضل. طيب سؤال، لو كانت هذه البنت مو بنت شيخ ولا كانت من قبيله الحبيطات، لو كان واحد من الاخوان من شو اسمه الهوساوي ولا، هل كنت بتدخل بتنصحها بالشكل هذا ام بتكون انه في طبقه العليا ذي لازم نخاطبها، اما السفلى هذه باليزمه؟ انا بطرح سؤال. انت جيت سفيت عليها انها بنت شيوخ، طيب باعتبار عليا من الطبقه الهوساويه او منهم ذي الاخوان، هل كنت بتنصحها؟ حتى يوم دخلت يوم تنصح تختار الجنس البشري من اي عائله، من اي رفع مستوى، اي نسب. شوف التفرقه عندك كيف. طيب ليش ماذا تنصح واحد منهم هذه الاخوان او لماذا اخترت له هذا؟ انا عندي سؤال بالشكل هذا. طول ما فيك انت هذا الشيء ان تفكر هذه بس اختك والثانيين اخوانك، هذول لا ما هم اخوانك لانهم ما هم قبائل واقل مستوى منك، ما راح تعني نفسك انك تروح تنصح. ما هي هذه مشكلتنا نحن الان.
مشكلتنا الطبقية التعالية. حتى السعودي لما يتخاطب الغزاوي يكلمون من خشمه انه اعلى منه. هذا طبعكم، هذا طبعنا كلنا العرب. اذا انتم ما تعلمتوا هل الاسلوب هذا، الاسلوب التعامل، الفرقه بين شخص قبيلي وشخص ادنى منك هذه حقيقتكم. حقيقتكم انكم انتم ما تشوفون احد، تشوفون انفسكم. الفلسطيني ذا الحين لو جيت تخاطبه ما راح تخاطبه، لانك بس تقول له انت فلسطيني، تستحين منه. تعلموا الاول شيء اسمه بشريه بدون تفرقه. والنعم في عليا، والنعم في عليا ما شيء، لكن عليا لا تقل عن الفلسطيني بشيء ترى، مثلها مثله. هذا يقصده بس لا تكرار. شكرا الله يعافيك. طيب يا جماعة، عندنا خبر جدا جدا يعني هو معروف بس يعني نأكد